هنا كنت بعصج اللحمة، نزلت بيها على معلقة سمنة بلدي. أول ما اتقدحت نزلت باللحمة، اشوح فيها كده لحد ما تغير لونها. بعد كده هنزل عليها بالبصلة. هنا نزلت عليها بالبصلة اهو. هحط لها بقى التوابل بتاعتها، فلفل اسود، 7 بهارات والملح. هنا حطيت 7 بهارات، هحط بقى الفلفل الاسود والملح. وهحط عليها فلفل اخضر متقطع قطع صغيرة. هنا كنت نزلت عليها فلفل اخضر او اصفر، اي فلفل عندك عايزه تحطيه حطيه، عايزه الحشو ده اختياري، الحاجه اللي انتي حباها حطيها. هنا كانت اللحمه استوت، هقفل عليها بقى ونروح نعمل الرقوق. جبت صينيه ودهنتها سمنه بلدي، والصينيه التانية دي فيها شوربه ومعلقه سمنه بلدي برضه. بس شوربه دسمه، يعني شوربه لحمه ضاني او شوربه بط، الشوربه اللي انت تحبيها. هنا حطيت اللحمه وحطيت عليها جبنه موتزاريلا، برضو الحشو ده اختياري اللي انت عايزاه حطيه فيها. انا كنت حاطه عليها جبنه موتزاريلا كده. حطيت تحت الاول 4 طبقات رقاق، بين كل طبقه وطبقه دهنتها سمنه بلدي. هنا بقى كنت بعمل الاربع طبقات اللي فوق، بوريكم يعني عشان الاول انا مش وريتكم. ببل كده الرقاقه وبحطهم فوق بعض. بعد ما اخلص خالص هدهن بقى وشها بسمنه بلدي. هسقيها الاول شوربه، كبشه شوربه كده احطها عليها. وفي ناس بتحط عليه لبن، بتحط على الشوربه لبن، برضو انتي ده اختياري برضو اللي انتي عايزاه. انا بحط عليها شوربه بس عشان هي بتبقى فيها سمنه بلدي كتير. فبدهن وشها سمنه اهيت، وانا هسويها على البوتاجاز. تدخليها انتي الفرن، حطيها على درجه حراره 180، وهي مش هتاخد سوا، يا دوب هتحمر. اول ما تحمر من الجناب تعرفي ان هي استوت من تحت.